أهلا وسهلا فيكم بهالفيديو الجديد. اليوم وصفتنا وصفة من أطيب أنواع المقبلات وما بتكمل سفرة رمضان بلاها، البرك أو السمبوسك. يلا نشوف المقادير وطريقة العمل. بالبداية عندي هون 3 أكواب من الدقيق الأبيض لكافة أنواع الاستعمالات. حطيته بجاط عميق، ضفت فوقه ملعقتين كبار من نشا الذرة، ملعقة أو نصف ملعقة صغيرة من الملح، نصف ملعقة صغيرة من السكر. السكر يعطيني لون حلو للعجينة. راح خلط المكونات الجافة مع بعض، وراح ضيف فوقهم ملعقتين كبار من السمنة وملعقتين كبار من الزيت النباتي، وممكن كمان تستعملوا زيت الزيتون لو بتحبوا. وراح بلش افرك الطحين والسمنة والزيت لحتى يتداخلوا مع بعضهم ويصير قوامهم مثل الرمل. مو شايفين؟ بفركهم هيك بأصابع الإيد بهاي الطريقة. هيك لازم يصير قوامهم مثل الرمل. عندي هون كوب من الماء الدافئ، أنا ما حطيته كله، راح أضيفه بالتدريج على حسب طبعا حاجة العجين. راح بلش خلط هيك شوي شوي بالملعقة لحتى يتبلش يتشكل عندي عجين. وهيك استغنيت عن الملعقة وراح بلش أعجن بإيدي شوي شوي، ما استعجل على إضافة المي لحتى ما تصير العجينة ميتها كتير. راح بلش أعجن شوي شوي. شايفين كيف بلشت تتشكل عندي عجينة وما احتجت لإضافة الباقي من المي. وراح بلش أعجنها كتير منيح لمدة 5 دقايق لحتى تصير عندي ناعمة. وهيك بتكون صارت عندي العجينة جاهزة. رح نتركها ترتاح من نص ساعة لساعة، ورح نغطيها، وبهالأثناء رح نشتغل بحشوة الجبنة. بطنجرة أو مقلاية تكون عميقة على النار رح ضيف 3 ملاعق كبار من زيت الزيتون، أو إذا حبيتوا تستعملوا الزبدة، بس زيت الزيتون مع الجبن بيعطيني نكهة أطيب. وضفت ملعقة كبيرة مليانة من الدقيق الأبيض، وراح حمصهم لمدة 5 دقايق على النار متوسطة لحتى بلش شم ريحة الطحين بلشت تطلع. وبضل بقلب كتير منيح حتى ما يحترق عندي الطحين. بعد مرور 5 دقايق وبس ما شم ريحة الطحين راح ضيف نصف كوب من الحليب السائل، وراح خلط كتير منيح أو بسرعة لحتى ما يتكتل عندي. وهيك بعد ما انطبخ ضفت 500 جرام من الجبنة. أنا هون عملت خلطة أجبان من الموزاريلا للأشقوان أو أي نوع أنتو بتحبوه ممكن تضيفوه. وراح خلط على نار هادية لحتى تبلش عندي تدوب الأجبان. وهون فيكم انتو تنكهوها بالنكهة اللي بدكن اياها. انا هون ضفت نصف ملعقة كبيرة من حبة البركة، ممكن تضيفوا النعناع، البابريكا، الزعتر، اي نوع انتو بتحبوه او اي نكهة انتو بتحبوها. هيك بلشت عندي تدوب الجبنة، شايفين تماسكت وصارت كتلة وحدة، وبلشت تعطيني هي المطة الحلوة. هيك صارت عندي الجبنة جاهزة. راح فضيها بالصحن واتركها على جنب لحتى تبرد. بهالأثناء راح حضر خليط اللصق أو اللي راح لزق فيه العجينة. بتكون من ملعقة طحين كبيرة، وراح ضيف مي بالتدريج حوالي من ملعقتين ل3 ملاعق من المي لحتى تصير عندي سائلة بهذا الشكل. وهيك صار عندي خليط اللصق صار جاهز.
راح حطه على جنب وبلش اشتغل بالعجينة. هيك العجينة بعد ما ارتاحت عندي ملمسها كتير حلو وكتير صارت ناعمة وارتاحت وأخدت وقتها وصارت كتير ناعمة. شايفين ملمسها طري مثل القطنة. راح أقسم العجينة لقسمين متساويين على مكان العمل أو مادة السيليكون. رشيت رشة طحين وراح بلش أفرد العجينة لحتى تصير عندي رقيقة أو لحتى وصل للسماكة اللي بدي إياها. وهيك بعد ما وصلت للسماكة اللي بدي إياها تكون رقيقة كتير، راح أقطع الجبنة بواسطة الملعقة للحجم اللي بدي إياه أو حجم حبة السمبوسك أو البرك اللي بدي أعملها. ضفتن هيك على العجين بالترتيب، وخليط اللصق راح أدهنه بفرشاية لحتى تلزق عندي العجينة وما تطلع الجبنة أثناء القلي. راح بلش أقلب العجينة بهي الطريقة لحتى غطي قطع الجبنة، وبلش حددها بإيدي مثل ما شايفين بالفيديو وطلع منها الهواء، وبلش قطعها بقطعة البيتزا بهذا الشكل لحتى تطلع عندي قطع متساوية. بواسطة الشوكة رح أضغط على الأطراف لحتى يعطيني شكل حلو، وبنفس الوقت تتسكر العجينة منيح. شايفين بوقت قصير عملنا 6 قطع من السمبوسك. ورجعت شلت الأطراف الزايدة من العجينة وراح أرجع أعيد بنفس الطريقة، بس هالمرة راح أعملهم على شكل نصف دائرة. مشان هيك بعدت بين القطع. رجعت حطيت خليط اللصق وراح أقلب العجينة لحتى تتسكر على الجبنة، وراح أضغط عليهم بنفس الطريقة وطلع منهم الهواء. وبأي قالب مدور أو ممكن كوب أو صحن ممكن تقطعوا العجينة بهذا الشكل لحتى تطلع عندي نصف دائرة، وبرجع بضغط عليها بالشوكة لحتى يعطيها شكل حلو وبنفس الوقت تتسكر. وبنفس خليط اللصق ضفت شوي على سطح العجينة ورح رش عليها شوي من حبة البركة لحتى تعطيني شكل كتير حلو وبنفس الوقت ما توقع أثناء القلي بالزيت. ورجعت عدت هون كيف الطريقة من مكان قريب حتى تكون واضحة عندكم أكتر. ممكن طبعا انتوا تستعملوا الحجم أو تعملوا الحجم اللي بدكن إياه أو الشكل اللي بدكن إياه، أو ممكن تستعملوا قالب السمبوسك لو عندكن إياه. بس هاي الطريقة للناس اللي ما في عندهم قالب، ممكن تطلع معهم قطع حلوة مرتبة بهذا الشكل. وهيك بعد ما خلصت الكمية حطيتهم بصينية على ورقة زبدة، ورح نريحهم لنصف ساعة بالفريزر أو ممكن بالبراد لحتى ناخد أفضل نتيجة. وهي كمان طريقة تانية، ممكن بأي قطاعة مدورة أو كوب ممكن كمان تقطعوا بالأول العجينة بهذا الشكل، بعدين تحشوها ولزقتها طبعا بخليط اللزق، وبعدين قلبت العجينة على الوسط، وبعدين بالشوكة ضغطت عليها بهي الطريقة لحتى أخدت هذا الشكل. وهيك راح نبلش بالقلي. حطيت قسم بالقلاية الهوائية دهنته بدهنة خفيفة من الزيت، والقسم التاني راح نقليه بالزيت. حطيت هون مقلاية على النار وحطيت فيها كمية وفيرة من الزيت، وراح بلش نزل قطع السمبوسك وبلش بالملعقة مثل مو شايفين بالفيديو وزع أو رش الزيت على قطع السمبوسك من فوق
لحتى تبلش تاخد لون أو تبلش كمان تستوي من فوق. بس ما أخدت لون خفيف من تحت رح بلش أقلبها لحتى يصير في عندي توازن، لأني إذا تركتها بالزيت لتاخد لون ذهبي من تحت رح تنتفخ عندي من فوق ويصعب قلبها للطرف التاني، لأني رح تتعبى هوا. بهي الطريقة بصير في عندي توازن بين السمبوسك بين من فوق وتحت. هيك أخدوا لون خفيف، قلبتهم على الوجه التاني، ولما أخدوا كمان شوية لون رجعت قلبتهم على الطرف التاني، وهيك بصير في توازن مثل ما قلت لكم بين الطبقتين. وهيك أخدوا اللون النهائي من تحت، شايفين أخدوا لون ذهبي كتير حلو. مثل ما ملاحظين العجينة أبدا ما شربت زيت، العجينة كتير رائعة للقلي. وهيك أخدت كمان اللون الذهبي الحلو من الطرف التاني وصارت جاهزة لحتى نشيلها من الزيت. طبعا بنشيلها على ورق المطبخ لحتى إذا كان في أي كمية من الزيت فورا تشربون وما تشربون العجينة. شايفين اللون الحلو اللي أخدتهم والريحة اللي بتاخد العقل. رح أرجع أحط كمية تانية ونرجع نقليهم بنفس الطريقة. اليوم ما بياخد وقت، اقلوهم على نار متوسطة وقلبوهم منيح مثل ما شفتوا بالفيديو ورح تاخدوا أفضل نتيجة. هي من أطيب و أفضل وصفات العجينة اللي ممكن تعملوها للسمبوسك أو للبرك. وهي بكون عندي كمان الكمية التانية صارت جاهزة، رح شيلهم من الزيت على ورق المطبخ لحتى تمتص كل كمية الزيت الإضافية. هاي من أطيب الوصفات اللي ممكن تجربوها لعجينة السمبوسك أو البرك. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم بالفيديو. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسارات اكتبوا لي بالتعليقات وأكيد رح جاوبكم. وهيك بعد ما خلصنا السمبوسك هي كانت النتيجة النهائية، نتيجة بتشهي وكتير طيبة وعن جد ولا أروع. وهي نتيجة البرك بالقلاية الهوائية، كمان كانت نتيجتها كتير حلوة، طلعت العجينة مقرمشة وكتير لذيذة. وهيك بيكون وصلنا لختام وصفتنا لليوم. بتمنى إذا حبيتوا الفيديو تدعموا الفيديو بلايك، واللي عم بيشوفني لأول مرة يشترك بقناتي وفعل زر الجرس ليوصله كل جديد. بشوفكم بفيديو جديد.